سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ونبداو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الا كنتي اول مره كتشاهدي الفيديو، مرحبا بك في القناه. ديري اشتراك وفعلي الجرس، مازالين بزاف ديال الوصفات وبزاف ديال الشيوات اللي غادي يعجبوك. وسجلي ليا معاك هاد العصير الرمضان غزال، ما كاين محسن منه، وصحي اقتصادي وكيخرج كميه كتيره. ضروري البنات ما تجربوه، راه كيستاهل، كيجي واعر بزاف في المذاق. فيه الخيزو، البنان، فيه الليمون، يعني مكوناته غنيه. نبداو مباشره في المقادير وطريقه ديال التحضير. عندنا كيلو ديال الليمون اللي عصرناه، وعندنا خيزو نقيناه، يعني تقريبا نص كيلو ديال الخيزو نقيناه وسلقناه. كنخلوه حتى كيبرد، كنحتفظوا به هو والماء ديالو على هذا الشكل كيف كتشوفوا. المهم تقطعوا الشكل اللي بغيتو. عندنا سنيده دائما حسب الذوق، كاس ديال دانون، زوج ديال البنانات. غادي نديرو العصير ديال الليمون ديالنا في مولينكس، ضروري خصنا نطحنوا هذا الشيء. نزيدو عليه الليمون مع الماء ديالو. سمحوا لي، الخيزو اللي قطعنا مع الماء ديالو، ودانون. من الاحسن ديروا ديال الخوخ، انا ما توفرش ليا، المهم الا لقيتو ديال الخوخ كيكون احسن. صافي غادي نزيدو البنان، ونطحنوا المكونات. ما زدتش السنيده حيتاش الليمون عندي حلو، البنان حلو، دانون حلو، فقلت خليه حتى نتاكد من المذاق اللي يمكن لي نزيد. الصراحه هاد البنات، هاد العصير من اروع ما يكون، ضروري انكم تجربوه، بالاخص في رمضان. انسان كيبغي العصير كيجي غزال. انا دابا تاكدت من المذاق ديالو، وزدت واحد شويه ديال السنيده، ما زدتش كامله، تقريبا نصف الكميه اللي كانت عندي. صافي كنعاودو نطحنوه. صافي ها هو وجد لينا، وكنديروه في الثلاجه يبرد، وبالصحه والراحه. ضروري البنات ما تجربوه، راه كيستاهل، كيجي لذيذ بزاف، احسن من العصائر يعني داك المعلبه، وصحي في نفس الوقت. ايوا البنات، وصلنا نهايه ديال الفيديو. اذا كنتم مازالين ما اشتركتوش في القناه، ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بسلامه البنات، تهلاو ليا في راسكم.